اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بالف خير. النهارده بقى ان شاء الله جايه لكم كده بفيديو حلو جميل شتوي هادي دافي. كل اللي عايزين تقولوه تقولوه. طبعا اكيد فهمتوا من وانا بنخل كده الدقيق. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. بسم الله. هنسمي الله، لا مش قرص ولا اي حاجه، هنعمل فطير بس خطير. هنعمل مع بعض ايه النهارده؟ انا كنت ناويه والنيه لله. عملت كده كيلو ونص من الدقيق، وزي ما انتم شايفين بقى عماله بنخل فيهم. زي ما انتم شايفين ليه بقى بنخل فيهم؟ علشان لو في مثلا رطوبه في الدقيق بتطلع، الدقيق يدخل له هواء ويبقى هش معايا كده وانا بعمل العجينه ويبقى زي الفل. وكمان لو انت مثلا اشتريتيه من عند العطار او البقال اللي عندك او اللي جنبك، لو في رطوبه ولا اي حاجه مع نخله الدقيق بتطلع منه اي رطوبه واي اي حاجه، طبعا بقى ريشه بتاع هشايه بتطلع معاكي في المنخل. تمام. وهسمي الله واتشاهد على الدقيق بتاعي واتوكل على الله، واحط كيس من البيكنج باودر على كيلو ونص من الدقيق. عايزه اقول لكم الكيلو ونص هيرمي معايا كميه حلوه جدا. وكمان نسيت اقول لكم ان انا حطيت نص معلقه من الملح ومعلقه كبيره من السكر. السكر هيخليه مقرمش معاكي وطعمه حلو جدا، وكمان الملح علشان يظبط معاكي الطعم لانه هو فطير، فالاغلبيه يعني المفروض يكون حادي. خلاص كده. والمعلقه حلوه قوي على الكيلو ونص. خلاص متفقين. هنفضل بقى نعجن في العجينه. عايزاها تبقى ناعمه كده وملبن في ايدك. عايزه عجينه الفطير كل ما تعجني فيها وتبقى ناعمه هتديكي نتيجه روعه جدا. وكمان الدقيق هي يعني العجينه هتفرد معاكي بمنتهى السهوله لانها نعمت خلاص وخدت حقها في العجن ده. هو عموما اي معجنات بتعمليها اديتيها حقها في العجن هتديكي نتيجه هايله جدا. وزي ما انتم شايفين قعدت بقى قلت واعجن في العجين لحد ما بقت ناعمه زي ما انتم شايفين. وبعد كده حطيتها في الطبق وهحطها كده، احط عليها حبه من الزيت علشان ما تنشفش معايا وتبقى ناعمه، واغطيها بكيس بلاستيك. وطبعا احنا عجلنا بميه دافيه يا جماعه عشان زي ما انتم شايفين الجو برد جدا. ولعي بقى الفرن كده واقعدي جنبها كده وانسي البرد وانسي السقعه. عايزه اقول لكم الجو ربنا يرحمنا برحمته برد جدا، برد مش طبيعي على فكره، هو فوق الطبيعي بشويه. فمحتاج بقى اكله فطير كده حلوه جميله تدفي الجو وتدفي البيت كله. ومعايا هنا كان معايا بقى قشطه كده محوشاها من وش اللبن. ها واخدين بالكم؟ لا من وش اللبن. وزي ما انتم شايفين كده بحوشها في الفريزر. وبعد كده في الظروف اللي زي كده بقوم مطلعاها. انا دلوقتي عايزه كوبايه سمنه بلدي، اعمل ايه؟ طب ما فيش حد ينزل يجيب. قمت مطلعه بقى حبه قشطه كده من اللي انا محوشاهم من وش اللبن، وضربتهم زي ما انت شايفه كده ضرب مبرح ماشي. عايزه ضرب لحد ما العجين يا نهار ابيض في ايه النهارده، لحد ما السمنه تفصل معاكي. يعني ايه تفصل؟ يعني تديكي السمنه وتنزل منها اللبن اللي انت شايفاه ده اللي هو الخض بتاع اللبن بيسموه في الصعايده، اللي هو احنا يعني صعايده بنسميه الخض. ان انت ضربتي العجين كويس لحد ما خضتيه تمام ونزل منه شويه اللبن اللي نزلوا منهم دول. انا مش هستغنى عنهم، باخدهم بقى في اي عجين تاني، ممكن قرص، ممكن كيكه، ممكن اي معجنات تدخلي فيها الخض بتاع اللبن ده بتبقى طعمها حلو جدا. وزي ما انتم شايفين خلاص العجينه معايا ارتاحت وجبتها كورتها كور زي ما انتم شايفين. بصوا بقى يا جماعه اللي حصل معايا ولا كان في النيه ولا في الخاطر. لقيت بقى الحاجه والدتي جايالي بالسلامه، وجاي بقى معاها زبده ودقيق علشان هي كمان عايزه تعمل فطير. فرحت بقى راكنه بقى الفطير بتاع الكور زي ما انتم شايفين كده، وبدات بقى مسكت كده. كانت جايبه ما شاء الله يعني 3 كيلو من الدقيق مع قالب الزبده فرن اللي انتم شايفينه ده. وسميتي الله كده بقى وعركنت العجين بتاعي يرتاح، وهبدا بقى اعجن في العجين بتاع امي ربنا يخليها لي يا رب وما نحرمش منها ولا من مجايبها. وزي ما انتم شايفين بقى هي قالت ايه بقى اما تساعدني شويه في العجين. زي ما انتم شايفين بقى طبعا ايديها كلها بركه، اول ما تحط ايديها في اي حاجه يخلق يعني. بصوا بيبقى من الفسيخ شربات. يا بصوا هي بقى مسكتني بقى العجين وقالت لي عنك انت بقى سيبي لي انا بقى دي شغلتي انا. وهي بصراحه من شغلتها وبتحب العجين جدا، يعني هي من هوايتها بتحب المعجنات، عيش فطير قرص كل حاجه معجنات هي بتحبها. فانا بقى صبت لها بقى. شايفين بقى حطينا برضو ملح وزي ما عجنا في الدقيقه الاولانيه، بس الفرق ان دي كميه 3 كيلو وانا عجنت كيلو ونص. زي ما انتم شايفين بصوا العجين هناك اهو سايباه بيرتاح. وقلنا نعجن بقى حبه الدقيق اللي امي ربنا يخليها جابتهم لي وجت
يا رب تاكلهم في الهنا وبألف هنا، وكتر ألف خيرك يا حاجة. أيوة كده يا حاجة أم عماد، أيوة كده، اعجني بقى كده وإيه، ورينا بقى حلاوتك وجمالك. وأبدعت بقى بصراحة. بصوا شايفين بقى ايديها في العجين غيري طبعا، خبرة يا جماعة، خبرة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك عليها. وزي ما انتم شايفين بقى جبت انا ايه بقى، سبتها بقى تعجن. حطيت طبعا على كل كيلو دقيق كيس بيكنج باودر، وحطينا برده ملح وسكر. وطبعا الميه ملهاش معيار، الميه على حسب ما العجينه تلم معاكي وتشوفيها. وزي ما انتم شايفين بقى انا سبت بقى العجينه بتاعت والدتي ترتاح، وهخش انا بقى على الفطير بتاعي زي ما انتم شايفين كده. بسرعه بسرعه، عايزين نخلص بسرعه بسرعه عشان ما شاء الله الكميه كانت معايا حلوه ومحترمه. جبت بقى انا الكور بتاعتي بعد ما ارتاحت وسبتها ترتاح خالص. هفرد بقى العجين زي ما انتم شايفين، وهطبق بقى الفطيره بعد ما فردتها. ولازم كده ترققيها كده زي ما انت شفتي، علشان خاطر يدخل لها هواء وتبقى هشه معاكي، وما تنشفش وتجلد في قلب الفرن. وزي ما انت شايفه كل كوره بكورها، بحط فيها اقلبها كده، يعني تجيبي الرقده على الرقده، وتحطي عليهم حبه من السمنه البلدي. على فكره يا جماعه، دي السمنه البلدي اللي انا لسه مسيحاها دلوقتي حالا معاكم. بصوا ادتني الكميه دي، والله عايزه اقول لكم فاضت منها. وزي ما انت شايفه بهذا الشكل الجميل بتفردي العجين زي ما انت شايفه كده، وتحطي بقى الكام كوره اللي انت عملتيهم في قلب كل كوره في قلب التانيه، لحد ما توصلي لاخر كوره انت عايزاها. يعني انت بتحددي عدد القرص اللي انت عايزاها او عدد القطع اللي انت عايزاها. انا عملت دي كده معايا كانت 12 رق، 12 رق من الفطيره، بتعديهم وبتعملهم على حسب الصينيه، وبتدهني ما بين كل رق ورق معلقه او معلقتين من السمنه البلدي من الزبده. شوفي حضرتك ايه المتاح عندك. وزي ما انتم شايفين بعد ما خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، رحت بقى ماسكه الفطيره سبتهم يرتاحوا الاول. تسيبي العجين يرتاح خالص، عشان كل ما يرتاح مش هيتعبك في الفرد. بصوا انا لقيت دي ما ارتاحتش وانا بفردها، قمت سايباها. وبتفردي بقى العجين زي ما انت شايفه، وبتسيبي برضو ايه اللي ما ارتاحتش تسيبيها ترتاح عشان تريحك ايه وانت بتفرديها. وحطيت على الوش شويه قشطه، وهسخن الفرن. على ما الفرن تسخن هروح بقى اشوف الحاجه ام عماد بتعمل ايه، امي ربنا يخليها لي. لقيتها بقى قرصت ما شاء الله الكميه كلها. هي بصراحه ليها طريقه، بس طريقتها جميله سهله ومميزه. بتقرص العجين كده زي ما انتم شفتوا، وهي كده قاعده بتفرده. دي على فكره الصينيه دي كبيره جدا يا جماعه، ما شاء الله عملت فطيره كبيره. يعني ال3 كيلو دقيق عملوا 4 فطاير بس، ما شاء الله كانوا كبار. انا الكيلو ونص بتاعي بقى عملوا لي 3 فطاير وحلوين صغننين يعني ماشي. لان انا ما كانش في النيه خالص ان امي كده تيجي وتنورني وتعمل معايا زي ما انتم شايفين. هي بقى اللي بتفرد بقى. بصوا يا جماعه، خبره يا جماعه ما شاء الله عليها، ايديها تسلم ايديها في العجين بصراحه. انا بعد كده اعمله بالطريقه دي. بصوا بقى وهي بتفرد تحسوا كده فرق. انا طبعا واقفه بساعدها علشان كمان ايه، عايزين بقى ننجز والفرن والعه، عايزين كده والفرن شغاله. شايفين يا جماعه الفرد، شايفين كمان يعني حتى الصينيه مش مساعداها. دي بقى الصينيه اللي والدتي فردتها، انا خدتها جوه. هي عايزه تعملها زي ما هي، بس انا خفت الحروف تنشف بصراحه، رحت قلبتها وقرصتها زي ما انتم شايفين كده. وهتطلع معانا فطيره بسم الله ما شاء الله زي العسل، وطريه وجميله، والسمنه زي الفل. بصوا بقى هنعمل ايه بعد ما قلبتها. هسيبها ترتاح برضو. بصوا انا بقول لكم هسيبها ترتاح مش هفردها دلوقتي. طبعا كان الفطاير بتوعي خلاص، سبتها كمان اللي هي ما كانتش راضيه تتفرد معايا، سبتها تتفرد، سبتها يعني ترتاح، وهفرد فيها بقى. وطبعا كل ده والفرنه بتاعتي بتسخن. شايفين الجو عامل ازاي. يعني اهم حاجه في الفطير نارك تبقى عاليه، والفرن بتاعتك حاميه، ما تبقاش الفرن مثلا بارده وتدخلي الفطير هينشف ويهبط معاكي، ومش هيديكي النتيجه اللي انت عاوزاها، وكمان يعني مش هيبقى حلو خالص. فانا نصيحه مني لوجه الله، وده شغلي، ان حضرتك لازم فرنك تبقى حاميه جدا، وتكون معاكي بصي الفطيره بتتفرد بكل سهوله. وتروحي بقى كده جايبه حبه قشطه كمان من وش اللبن، وتقومي حطاهم على الفطيره، يا سلام، او شويه زبده كده على الوش. دلعي بقى الفطير بتاعك قبل ما تدخليه الفرن، ان شاء الله باذن الله هيبقى زي الفل. شايفين بقى الزبده انا بقى بفردها الوش كده، حطيت كده كام قطعه من الزبده وبفرد بيهم، علشان كمان الفطيره بتاعتي كل ما تديها زبده وسمنه هتبقى طريه معاكي من جوه وهشه وزي العسل. يعني عايزه اقول لكم الزبده او السمنه البلدي مع الفطير بتبقى حاجه تانية خالص، بيبقى طعم فوق الجمال يعني فوق الروعه. زي ما انتم شايفين خلصت الفطيره اهي، ودول كمان الفطاير بتوعي، وادي الفرن حاميه معايا. وكمان دخلنا الصينيتين، قلنا دول اول صينيتين معانا،
اهي يستووا بقى على معلوم. خلاص كده انا طلعتهم من الفرن زي ما انتم شايفين. بصوا بقى مفقفقه وجميله، بس دي كده هي مش محروقه، ده بس القشطه خدت لون. ودول كمان الصينيتين التانيين زي شايفين بقى الجمال، ما شاء الله ايه الجمال ده، اللهم بارك. الفطيره هشه كده ومفقفقه معايا في الفرن، عامله زي بصوا كهرمان كده، تحسوها كده كهرمان. وادي كمان الفطيره كمان طلعت معايا زي ما انتم شايفين. شايفين جمالها وحلاوتها والله يا جماعه، طريه وجميله جدا من جوه. وانا هقطع لكم كمان واحده دلوقتي وهتشوفوا جمالها. عايزه اقول لكم الفطير طري وهش، ومن جوه كده تحسوا ان هو الرقات كده فاصله عن بعضها. يعني من ميزه الفطير كمان لو كل راق وراق حطيتي فيه الزبده او السمنه مش هيلزق في بعضه. تمام، دي ميزه ان انت بتحطي ما بين كل راق وراق السمنه، علشان كمان الفطير ما يلزقش منك. لا السمنه او الزبده ما تخليهوش يلزق في بعض. بصوا انا عايزه اقلبهم لكن بجد سخنين جدا لسه. الفطير خارج حالا، بصوا سخنه مولعه، انا مش قادره امسكها والله. عماله كل شويه استنى علشان خاطر الفطير يبرد معايا. بصوا انا حتى ماسكه الصينيه خايفه تلسعني، سخن جدا. شايفين يا جماعه؟ شايفين يعني قاع الصينيه عامل ازاي؟ ما شاء الله الفطيره الظهر احلى من الوش، متعرفوش ازاي. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ استاهل لايك ولا لا؟ عايزه اقول لكم الفيديو ده تعبني جدا، انا مش عارفه هينزل لكم الخميس ولا الجمعه. ربنا يجعلها جمعه مباركه عليكم يا رب، ويمحي الامه عن الغمه. وعايزين ننعي كل الناس اللي صحينا كده من النوم على الزلزال وكوارث الزلزال. ربنا يا رب يرحم الشهداء اللي توفوا فيه، ويرحمنا من الزلازل. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، ويجعل يا رب أمة محمد دايما منصورة. وربنا يبعد عنا كل الوباء وكل اللي بيحصل ده يا جماعة جديد علينا. والله أنا متضايقة جدا اليومين اللي فاتوا دول بسبب الزلزال وسوريا وتركيا. ربنا يا رب يقف معاهم في المحنة دي ويصبر أهاليهم. ويا رب كده دعواتكم بقى معانا ومع الناس دي يا جماعه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، نكدت عليكم في الاخر. بس ايه رايكم بقى في الجبنه والعسل؟ هو الفطير يعني جبنه وعسل. ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. اظن الفطير قدامكم هيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم عنه خالص. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو النهارده عجبكم. ويا رب بقى تقولوا رايكم في الكومنتات، واسمع منكم دعوه حلوه وكومنت حلو ولايك وشير وسبسكرايب. واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفطيرة خطيرة.